مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيك الاسبونج البيتي بتاع التورت. وليه هو اسمه كيك اسبونج بيتي؟ لانه بالدقيق العادي، وهنضيفله جميع مواد الرفع والمكونات اللي هنذكرها دلوقتي، عكس الدقيق اسبونج الجاهز. دي اسبونج الجاهز هو بيكون فيه كل حاجة، بس بنضيفله البيض والفانيليا والخل والمية فقط لا غير. هو فيه كل حاجة، هو جاهز كده بيتجاب وبنضيفله زي ما قلت لكم. هنعمله مع بعض بمنتهى البساطة، وهينجح معاكي من أول مرة لو انتي لسه مبتدئة. كمان مقاديرنا هنقولها بمنتهى البساطة علشان محدش يتعقد وتدخلوا تعملوها على طول، وهيطلع معاكي هش وطري، وممكن من جماله تاكلي كده بدون تزيين. فقبل ما ابدأ الوصفة بتاعتنا او الفيديو بتاعنا، انا اسماء طاهر. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك. ضروري تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. يلا بينا ندخل في المقادير والوصفة بتاعتنا على طول. اول حاجة زي ما قلت لكم، انا هبسط لكم المعلومة بقدر الامكان. اول حاجة معايا 4 بيضات لو كبار، اما لو صغيرين هيبقوا 5 بيضات. وعندي الباكت اللي هو بتاع المحسن ده، اسمه محسن جل. الباكت ده بيكون يعني ما يعادل معلقة كبيرة، ممكن برضو بيتباع بالسايب. تجيبي مثلا، شوفي اقل تمن ايه عند المكان اللي انت هتجيبي منه، وهاتي باقل سعر. احنا مش عايزين غير معلقة واحدة للاسبونج ده، معلقة كبيرة. وكمان هناخد معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وباكو من الفانيليا. ونيجي بقى للدقيق، هيبقى ربع كيلو دقيق عادي خالص، الا معلقتين كبار، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام. واذا مثلا انت عندك الباكت اللي هو بتاع الدقيق بيكون كيلو، هنطلع منه ازاي ربع كيلو؟ احنا دلوقتي عايزين ربع كيلو الا معلقتين كبار، يعني عايزين 230 جرام. هنطلعهم ازاي؟ هيبقى كوباية ونص و3 معالق كبار. واذا ما عندكيش كوبايه المعايير دي، هتستخدمي كوبايه الشاي العاديه، ما تستخدميش كوبايه كبيره ولا كوبايه صغيره، يعني الكوبايه بتاعه الشاي بتاعتكو العاديه. بنفس الكوبايه اللي استخدمناها هنعاير بيها كوبايه الا 3 معالق كبار من السكر. ممكن تبقى كوبايه كامله، بس انا سكري كده براحتكم انتوا. نص كوبايه من الميه، وما نملهاش على الاخر، يعني نص كوبايه الا حاجات بسيطه. و3 معالق كبار ونص من النشا. يلا نشوف الطريقه ازاي. هنجيب المضرب الكهربائي، وللأسف لازم مضرب كهربائي، ما ينفعش خلاط أو حاجة تانية، ممكن عجان. وبعدين هنحط ال4 بيضات، عليهم الفانيليا والخل، معلقة صغيرة من الخل نسينا نقولها في المقادير، والسكر، ومحسن الجل، كله على بعضه. وبعدين بقى نعدي على المنخل الدقيق والنشا والبيكنج باودر والكاكاو، كل ده هنعديه على الدقيق كله على بعضه، ما نضربش حاجة قبل حاجة. وبعدين بقى نضرب كله مع بعضه مرة واحدة. هياخدوا معانا قد ايه ضرب؟ من 7 ل8 دقايق. وبسباتيولا كده بناخد الجوانب وننزلها ونضربها مع الخليط بتاعنا، نتأكد ان كل حاجة مضروبة تمام، ومفيش دقيق في الجوانب ولا كده. الخليط بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اكون مجهزة قبليها صينية مقاس 20، اللي هي بتكون مرتفعة، الصواني المرتفعة بتاعة التورت. ما عندناش صواني مرتفعة، اعمله زي ما انا ما عملت، استخدمت حلة مقاس 20، بس طبعا يكون الايد بتاعتها مش بلاستيك عشان هي تدخل الفرن. لو بلاستيك بتتشال بكل سهولة الايدين بتاعتها. وبعدين بحط الخليط بعد ما دهنت الحواف بالزبدة، وحطيت ورقة زبدة في القاع، قصيتها على قد الصينية، ودخلتها الفرن رف اوسط 180، وسبتها قعدت معايا نص ساعة. ممكن تقعد معاكي اكتر من كده، دقايق حسب نوع الفرن بتاعك. وبعدين فتحت عليها بعد نص ساعة بشويش كده، واختبرتها بالعود الخشب ده، وطلع معايا نضيف. فكده هي خلاص تمام وزي الفل. قبل برضو ما ندخلها الفرن بنخبطها خبطتين على الرخامة، نطلع منها اي فقاقيع كده. واول ما بنخرجها وهي سخنة من الفرن، على طول بنقلبها على حاجة زي ما انتم ما شايفين. وبعدين بقى لو هنعمل التورتة، عمرنا ما نشتغل بيها وهي لسه طالعة وسخنة كده ابدا، هتتفتفت معاكي او هتتفرفت معاكي ومش هتظبط خالص. على الاقل تسيبيها تهدى 4 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، قبليها بيوم مفيش اي مشكلة، لكن مش اقل من 4 ساعات عشان تهدى خالص خالص.
انا يستحسن بعمل الكيك قبلها بيوم وبشتغل فيه تاني يوم، ده بيكون احسن لي، او ممكن الصبح واشتغل فيها بالليل، فده بيكون احسن واريح كتير قوي. وانتي بتشتغلي فيها زي ما انتوا شايفين بتبقى سهلة بالبساطة اللي انتوا شايفينها دي. انا كده كمان كنت اشتغلت فيها بعديها بيومين كمان علشان ما كانش عندي وقت. طرية طراوة حلوة قوي. والجزء طبعا اللي احنا بنشيله ده بنشيل الوش بتاعه وبنسيبه بقى نحطه مثلا في الفريزر وبنستخدمه في حاجات تانية هبقى اعملها لكم بعدين. وبعدين بقى واحنا بنقطعها لما نيجي نعمل تورتة، المنشار بتاعنا، الحاجات دي بتتباع عند محل مستحضرات الحلواني، المنشار والحاجات دي كلها والسكريبر، اي حاجة بنستخدمها للتورت بتتباع عند محلات مستحضرات الحلواني. المهم ان احنا واحنا بنقطع الكيك بتاعنا نثبت المنشار على الرخامة اللي هو من الجانب ده والجانب ده، وما نروحش بيه ايدينا ما تتهزش كده وتميل يمين او شمال علشان القطعة بتاعتنا تطلع مظبوطة كلها سوا واحد. المنشار طبعا بيكون درجات، انا ظابطه الدرجة بتاعتي على 8، انت ممكن تظبطيها على 7 على 9 حسب ما انت ما تحبي، يعني حسب ما انت عايزة الراق يكون سمكه قد ايه. اتبعي الخطوات اللي انا قلتها لك دي كلها وهتطلعي احلى كيك تورت، لان نجاح التورته بتبتدي من الكيك. وهسيب لكم في صندوق الوصف المقادير بالجرام وكمان بالطريقه المبسطه لحبايبنا اللي مش عارفين بالجرام. وصندوق الوصف ده بيكون سهم اسفل الفيديو، هتضغطي عليه هتلاقي فيه المقادير مكتوبه. ولو وصلت لحد هنا وكانت طريقتي بالنسبه لك مريحه ومبسطه، ياريت ما تنسيش تدعميني باللايك علشان هو ده هيفرحني. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. باي باي.